تعال اقول لك احلى واوحش 4 حاجات في الشيفروليه ماليبو لو انت عايز تشتريها او بتفكر فيها. ومش علشان انا صاحب شركه استيراد سيارات يبقى ما اقولكش على العيوب والمميزات، لو انت بتتابعني من زمان هتفهم الكلمتين دول. نبدا بالعيوب. العربيه طويله جدا زي ما انت شايف، والخلوص الارضي بتاعها مش كبير، فده على حسب الشوارع اللي انت بتمشي فيها. يعني لو بتمشي في شوارع كلها مكسره فالعربيه دي ما تنفعكش تماما، ولو بتمشي في شوارع كلها ضيقه برضو العربيه دي ما بتنفعكش. لكن لو مشاويرك كلها هاي واي، طرق سريعه، يبقى العربيه دي هتبقى مناسبه جدا بالنسبه لك. هتستهلك معاك بنزين كويس وهتبقى مريحه جدا جدا معاك في الطرق السريعه، زائد ان انت مش هتحس بطول وحجم العربيه. استهلاك البنزين للعربيه دي متوسط، يعني هي مش عربيه موفره. عملت معايا في طرق السفر 7.5 لتر لكل 100 كيلو، 8.5 لتر ل 100 كيلو، يعني في الحته دي. واستهلاكها جوه المدينه او جوه الاشارات بتعمل 10 و10.5 لتر. وعلشان العربيه بتاعتي اللي معايا 2000 سي سي مش 1500 سي سي، فهي احيانا بتعلى عن ال 10 لتر. وعيب كمان في العربيه دي ان تانك البنزين صغير جدا، يعني 45 لتر على عربيه كبيره وبتستهلك بنزين فمش كبير. اعاده بيعها في مصر مش حلوه، مش زي العربيات الكوري، لكن ليها سوق في مصر لان وكاله شيفروليه في مصر او توكيل شيفروليه نزل العربيه دي في مصر، واللي هيجي يشتري منك العربيه هيبقى عارف هو جاي يشتري ايه بالظبط. قطع غيارها مش رخيصه وهتلاقيها في مصر ومش هتتعب فيها خالص، لكن برضو انت لازم تبقى فاهم ان انت راكب عربيه ثمنها مليون جنيه. فقطعه الغيار دي مثلا، يعني الفانوس ده مش هتلاقيه ب 1000 جنيه ولا 2000 جنيه، ده ممكن تلاقيه عندك في مصر عامل 15000 18000 جنيه حاجه زي كده. وعندي هنا في الامارات ارخص من كده بكتير. واللي بيشتري عربيه مني انا بقدر اوفر له كل قطع الغيار لحد باب بيته وبارخص من اسعار مصر. قطر الدوران بتاع العربيه دي بتاع الالتفاف وحش جدا وسيء، ودي واحده من اسوأ العربيات في الحته دي بالذات. يعني بص الحته اللي حوالينا دي انا مش هعرف الفها، مش هعرف الفها لفه كامله. بص كده، بس ده اخري كده. شايف الكاوتش من قدام؟ فهضطر ان انا اروح اعمل كده وبعدين اروح طالع قدام. عزل صوت وتكييف فوق الممتاز. فعلا العربيه دي واحده من اهدى العربيات اللي انت هتركبها في السعر ده، ما لقيتش زيها ده بجد. المساحات الداخليه بتاعت العربيه جميله جدا وواسعه، عربيه عائليه من الدرجه الاولى. زي ما انت شايف مساحه كبيره. دي قعدتي، بص في بتاع حوالي مثلا 20 سم، في تكييف خلفي، في ممكن تقعد تمدد في الكنبه الخلفيه زي الفل. ثباتها ثبات رهيب، وهتحس ان العربيه ماشيه زي الغزاله بالظبط. العربيه دي عموما سواقتها قريبه من الشيفروليه امبالا، ومش هتحس ان العربيه تقيله او كتله انت قاعد بتجرجر فيها في الارض. عربيه سهله جدا 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 في السواقه وحلوه قوي. عربيه اعتماديه وقليله الاعطال. طب بناء على ايه انا بقول الكلام ده؟ دي واحده من افضل العربيات اللي انتجت، او الموتور اللي فيها اللي انتج من شركه جنرال موتورز. انا كنت راكب استرا وكنت راكب انسيجنيا في مصر، وبقول لك الكلام ده عن تجربه شخصيه. العربيه دي كل شركات التأجير في امريكا بتشتريها لانها عربيه اعتماديه جدا، وعربيه واسعه وفخمه وفيها مميزات اكتر من عيوبها. موتورها واحد من افضل المواتير في سوق المستعمل في رينج المليون جنيه في السعر اللي العربيه دي فيه. 1500 سي سي تربو، 4 سلندر، بيطلع 160 حصان و250 نيوتن متر. وكل العربيات الماليبو الامريكي من اول موديل 2019 لحد وقتنا هذا بتنزل بجير بوكس او بفتيس سي في تي، ومفيش منه اي مشاكل تماما. كده انا اكون اديتك الخلاصه في العربيه دي، خلاصه تجربتي سنه ونص. انا معايا العربيه دي بقالها سنه ونص في الامارات، علشان انت تحدد اولوياتك. لو عايز تشتريها ايه العيوب اللي انت هتقدر تعيش معاها، وايه المميزات اللي انت نفسك فيها او نفسك تشتريها لو لقيتها في العربيه دي. ادعمنا بلايك لو عجبك الفيديو ده، وهتلاقي ارقام شركتي تحت في الكومنتات، وهتلاقي تظهر لك على الشاشه دلوقتي لو عايز تستورد عربيه من الامارات، وهتلاقي رقمي تحت في الكومنتات، ورقمي بيظهر لك على الشاشه لو انت عايز تشتري عربيه تستخدمها هنا في الامارات. شكرا، سلام عليكم.